انا مش عايز افرع قضيتي، وبالنسبه لي انا قلت ان انا مش هتكلم في الوقت ده، لان نادي الزمالك بيمر بمرحله صعبه جدا، ومش الوقت ده اللي احنا نتكلم فيه. لكن انا بوجه رساله لمرتضى منصور بقول له ان انت محدش علمك ان انت تحترم الناس، وانا هعلمك ازاي تحترم الناس. دي رسالتي لمرتضى منصور. يا ميدو يعني ان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي افضل. عايز تقول حاجه لحازم؟ يعني حازم كان لسه دلوقتي بيتكلم بيقول الحقيقه ميدو يعني من انظف وانقى الناس اللي اتعاملت معاها. انا بشكر حازم، بقول له معلش ما تزعلش، هي دي الحياه، وانا متاكد ان انت استفدت كتير من التجربه دي، وعمرك ما تندم على وجودك داخل نادي الزمالك تحت اي منصب. وباكد له مره ثانيه ان الغلط مش عندنا، احنا اشتغلنا واخلصنا واجتهدنا بشكل كبير جدا، لكن للاسف اشتغلنا مع راجل ما ينفعش اي بني ادم ينفع ان هو يشتغل معاه. ما ينفعش. مرتضى منصور لو جبته مورينيو يشتغل معاه عمره ما هينجح. الراجل ده كان بيتدخل في عملنا بشكل مباشر. مش هتكلم يعني كتير، لكن بعد 4 انتصارات مع اول تعادل الراجل ده وحازم امام موجود معاك جابنا وقعد معانا واتكلم وقال ما ينفعش تلعب فلان وينفعش والمفروض ما تلعبش فلان. وحتى ماتش سموحه اللي احنا اتعادلنا فيه نزل علاء مقلب بين الشوطين قال لنا اوعوا تنزلوا محمد ابراهيم. تدخل مباشر في عملنا، وده اثر بشكل كبير جدا. ده طبعا غير، انا مش هتكلم اقول كل حاجه دلوقتي، بس ده طبعا غير ان هو كان بيقول لنا ان في لعيبه معمول لها اعمال ومعمول لها سحر وشعوذه، وطالبنا ان احنا ما نلعبهمش 3 أو 4 لاعبين بشكل مباشر. وحازم موجود قدامك، يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم. مرتضى منصور قال لنا ما تلعبوش ماسم مرسي لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش كهربا لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش دويدار لانه معمول له عمل وسحر. وعايز اقول لك معلومه ثانيه يا سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف، ان انا بقول كده على بيتي، كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه. وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. واحمد وامير مرتضى انا مش هتكلم عليهم دلوقتي، هتكلم عليهم في الوقت المناسب. لكن احنا اشتغلنا تحت ضغط كبير جدا، ضغط من جميع الانواع، تدخل في عملنا، تدخل في التشكيل. انا مش عايز اقول لك ان في لعيبه جات لي وعيطت وبكت بتطلب مني ان هي تمشي من نادي الزمالك لان مرتضى منصور مش عايزها في نادي الزمالك. حصل عمليه ارهاب غير طبيعي للاعبين. كان في تهديد للعيبه بصور ليهم بوجودهم مع بنات ووجودهم في اماكن، وكانت بتتبعت لهم الصور دي عن طريق مرتضى منصور، وتم تهديدهم عن طريق مرتضى منصور مره واثنين وثلاثه وحتى في الاعلام. وده مخلي اللعيبه مرعوبه. يعني احنا اللعيبه بتاعتنا مش قادره تنفذ شغلنا. انا عمري في حياتي ما بطلع اختلق اعذار في الشغل. لما تبقى اللعيبه مرعوبه بتترعش من رئيس نادي بسبب تهديدهم ليه، وبسبب ايمان رئيس النادي الحقيقي اللي انا ما صدقتش ان رئيس نادي الزمالك مؤمن فعلا ان لعيبه المفروض تلعب وما تلعبش عشان معمول لهم عمل ومعمول لهم سحر. وبقسم بالله العظيم وحياة اولادي ان مرتضى منصور طلب مني ان انا ما اشركش لعيبه عشان معمول لهم سحر وشعوذه. وبقسم بالله تاني، وحازم امام قدامك يعلم هذا الكلام، ان كان في شيخ متواجد بيتحكم في كل الامور ومين يلعب ومين ما يلعبش. السنه اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراه لنادي الزمالك، وكان بيتقاضى الاجر لنادي الزمالك. ده بالنسبه لمرتضى منصور. اما بالنسبه لاحمد وامير فانا عندي كلام عليهم كتير